اوعى تشتري باور بانك لمجرد ان شكله عجبك. الاتنين دول من شاومي والاتنين بنفس السعر، ولكن الاتنين معمولين لحياة مختلفة، ده غير ده. لو انت بقى مشاويرك سريعة ومعاك لابتوب وحاجات وموبايل، فانت محتاج شحن خارق، يبقى انت محتاج ده شاومي ماكس اللي بيشحن بقوة 165 واط، يعني هتشحن موبايل او لابتوب في دقايق. في شاشة ذكية بتعرفك نسبة الشحن كام بالظبط، ده غير انك مش هتحتاج معاه كابلات لانه بيجي معاه كابل مدمج منه فيه. اما بقى لو انت بتنزل الجامعة كتير وخروجاتك طويلة، بتبقى محتاج حاجة خفيفة في جيبك، فده انسب اختيار ليك وهو الشاومي لايت. حجمه لايت ووزنه خفيف جدا، بيديك سرعه 22.5 واط وينفع قوي للاستخدام اليومي سواء للموبايل او السماعه. خلاص الكلام يعني اشتري ال 165 واط لو بتسافر كتير، اجهزتك تقيله وعايز شحن اسرع من الصاروخ. اشتري بقى ال 22.5 واط لو عايز حاجه عمليه خفيفه وسعرها على قد ايدك. خد بالك الاتنين اصليين وموجودين دلوقتي في مور شوبينج. قولي بقى انت في التعليقات محتاج انهي واحد فيهم. نسيت، زي كل مرة مور شوبينج، مورزان شوبينج، واحفظ بقى